هو ربنا فعلا ممكن يريحني لما أكون تعبان؟ من أهم الحاجات اللي يسوع المسيح كان عايز يكشفها لنا لما اتجسد إنه يعرفنا قلب ربنا. قدرنا نشوف الإله غير المنظور عن طريق يسوع المسيح، زي ما بولس الرسول قال في رسالته لأهل كولوسي. كل حاجة قالها لنا يسوع ما كانتش مجرد كلام، لكنها كانت وعود حية جاية من قلب السماء. حاجات ما كانش ممكن أبدا نعرفها لو هو ما جاش بنفسه وقالها لنا. زي ما قال: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لما بتكون تعبان بجد وشايل حمل تقيل، من أكتر الحاجات اللي بتوجع هو الإحساس بالعجز. أنت مش عارف تساعد نفسك، وكل اللي حواليك مع إنهم بيحبوك جدا بس مش عارفين يساعدوك. آخرهم يطبطبوا عليك. ممكن تحس شوية إنك مرتاح، بس بعدها بترجع تاني للوجع. عارف ليه؟ لأن ببساطة محدش فيهم يقدر يدخل جوه قلبك ويشيل الألم والتعب ده بنفسه. وهنا بتكتشف إنك في تعبك ده أنت مش محتاج حد يطبطب عليك، لأ، أنت محتاج اللي يقدر يغير قلبك من جوه ويظبط ظروفك من بره. أنت محتاج راحة وشفاء حقيقيين، محتاج إله يشيل الألم من جواك، يبدل الاكتئاب بالسلام، يقدر إنه يديك فرح وسط التجربة ويديك تعزية وسط الألم. يسوع المسيح يقدر. ليه؟ لأنه الإله الحقيقي بيحبك بجد ومستنيك تنادي عليه وتفتح له قلبك عشان يدخل ويغير ويشفي جروحك. سلم ألامك للمسيح. خلي عندك إيمان وثقة إنه مادام وعد هيوفي. ليه؟ لأنه إله أمين وصادق، وعمره ما هيكسف حد جاي بإيمان بيطلب رحمته، لأنه وعد وقال: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه، تعالى وانضم لنا في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.